السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني في قناة يوميات انا واخواتي ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك عشان كل الناس تستفيد. النهاردة بقى يا حلوين شايفين الجلاش اللي قدامكم ده جلاش. يعني طريقته سهلة جدا. هنعمل جلاش ملفوف بالكنافة بطريقة سهلة جدا. يعني بجد بجد الطريقة تحفة جدا، زي ما انتوا شايفين كده منظر الجلاش عامل ازاي، ولا الطعم احلى كمان. شايفين المنظر ده؟ الكمية اللي قدامكم دي من نص كيلو جلاش. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. هنجهز الشربات بتاعنا. هنجيب كوبايتين من السكر، هنحط عليهم كوبايتين من المية. ادي كوباية، وادي الكوباية التانية. هنحط عليهم كيس من الفانيليا. هنجيب نص ليمونة ونحطها في العصارة كده ونعصرها كويس. ضغط عليها كويس لحد ما تنزل المية اللي فيها كلها. بعد كده هنحط شريحتين من الليمون. بعد كده هنحطها على النار بقى لحد ما الشربات يستوي معانا. بعد كده هجيب ربع كيلو من الكنافة واحط عليهم كوباية الا ربع من السمنة على الزيت، او عايزة تحطي كوباية الا ربع من الزيت عادي، عايزة تحطي كوباية الا ربع من السمنة دي حاجة ترجع لك انتي. انا عاملة خليط بين الاتنين. بعد كده هقلبها كويس وابتدي اقطع فيها، بس انا مش هقطعها قوي عشان يعني انا عايزاها تبقى طويلة كده عشان تتفرد معايا في الجلاش. تفضلي تقلبي كده تخلي الكنافة تشرب في السمنة. بعد كده هجيب لفة الجلاش بتاعتي. لفة الجلاش دي يعتبر نص كيلو، نص كيلو من الجلاش. زي ما انت شايفاني كده فردتها قدامك، مش هحط سمنة ولا اي حاجة. هجيب الكنافة بتاعتي كده زي ما انت شايفة، وهاخد ورقتين من الجلاش، ورقتين مع بعض، وابرمهم كويس جدا. ادي ورقة وادي التانية اهي قدامكم، وتبرميهم بقى كويس جدا كده زي ما انت شايفاني كده. تبرمي براحتك كده، اهم حاجة اللفة تبقى مظبوطة معاكي. كده اهي منظرها بعد ما اتلفت. برضو الجلاش ده على حسب راحتك، انت عايزة تعملي حجمه ارفع من كده براحتك، عايزة تزودي زي ما انا عاملاها مظبوطة كده برضو زي اللي انت شايفاه يعني. ده راحات. هنجيب السكينة نوريكم اقطعها. مثلا هتقطعيها على الاربع صوابع بتوعك، دي حسب ايه مزاجك انت. انا هنقلها كده، هبتدي اقطعها على الرخامة وانقلها على الصينية. اهو جبنا اللفة بتاعتنا، الجلاش بتاعنا اهو. الصينية قدامكم مش هدهنها سمنة ولا اي حاجة، هرص عليها بس الجلاش. جلاش من محشي الكنافة ده بيبقى طعمه حلو جدا. هنمسك بقى اللفة بتاعتنا دي نقطعها كلها مقاس واحد، يعني الواحدة اللي هنقطعها الأولى نعملها على مقاس واحد. بعد كده هنبتدي نرصها في الصينية. تبتدي بقى ترصيها كده عشان ما لو لقيتي واحدة فكة زي دي كده ممكن ان انت تعيدي ايه تلفيها من تاني. زي ما انت شايفة كده ترصي جنب بعضه كده.
اللي تلاقيها مثلا مش فكت من البرمة بتاعتها ترجعي تعيدي عليها تاني عشان ما تبحبحش منك. هتجيبي طبق زي ده كده وترصي بيه عشان الجلاش ما يقعش منك، تفضلي موقفة كده كده اهو. طبق مسكه. هنجيب بقى بقية الجلاش بتاعنا، هناخد برضو ورقتين من الجلاش ونحط في قلبهم شوية كنافة على ورقة الجلاش كده. بعد كده بقى عايزة تحشيها، يعني ده انا كده هحط عليه جوزة الهند، في بيتعمل محشي وفي سادة، ده على حسب الرغبة. في ناس بيعملوه سادة وفي ناس بيعملوه محشي. انا حطيت دلوقتي جوزة الهند قدامك زي ما انت شفتي كده، هعمل واحدة وواحدة عشان اللي مش بياكل كده ياكل كده. تبرميها كويس كده، تفضلي ماشية مع الورقة واحدة واحدة. تقطعيها بقى بالسكينة على تقطيعة واحدة، يعني انا قطعت الاولى خدت نفس المقاس وهقطعها تفضل ماشية بنفس المقاس زي ما انت شايفة كده. زي ما انت شايفة كده على نفس التقطيعة. انا معاكي واحدة واحدة اهو. كلها على سمك واحد، بجد بجد يعني سهل جدا. شايفين واقفة على رصة واحدة اهي. هنجيب بقى الورقة التالتة وهنحشيها كذلك الامر، هتلفيها كده. دي حشيتها جوزة الهند مع سودان مجروش كده، سوداني مجروش. بعد كده هبرمها واقطعها بنفس الطريقة. اهم حاجة يا جماعة لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك. زي ما انتوا شايفين كده جلاش سهل جدا معانا، مش محتاج بقى ان انتي تقعدي تجيبي فرشة وتدهني سمنة وتشيلي وتحطي، لا زي ما انتي شايفة كده ما حطيتش فيه سمنة ولا اي حاجة. اللي حطيت هو بس على الكنافة، وفي الاخر برضو هدهنه سمنة زي ما انتي شايفة كده. دي الكمية بتاعتنا، دي الكمية دي من نص كيلو جلاش. طلع معايا الكمية اللي انتوا شايفاها دي كده الكمية كلها نص كيلو جلاش. بعد كده رصيتها في الصاج هدهنها سمنة بقى. دي كوباية الا ربع برضو من السمنة على الزيت، وندهن الوش. او هي يعتبر مش حاطة ربع، يعني يعتبر مكترة في السمنة شوية. دهن الوش بتاعي بالزبدة كده. تدهني بالفرشة بتاعتك كده. اهم حاجة تغطيه كله بالسمنة عشان ياخد لون واحد. تدهني كويس جدا زي ما انت شايفة كده. اللي هيفيد منك بقى من الزبدة دي تحطيها في قلب الصاجة كلها وتوزعيها زي ما انت شايفاني كده. سقيت بيها الجلاش. بعد كده هدخله الفرن بقى على درجة حرارة 200، ويبقى عينك عليه برضو. يعني انت هتدخليه الفرن وهتبقى عينك عليه. ده منظره كده بعد ما دخل الفرن. شايفين منظره؟ بعد كده هبتدي اسقي بقى الشربات بتاعي. الشربات بقى ده على حسب الرغبة. عايزة انت تخليه مثلا طري براحتك، عايزة تخليه هش كده يعني ولا هو طري ولا هو ناشف
بيبقى طعمه احلى زي ما انت شايفة كده. دي حاجة ترجع لك انت. شايفين منظره؟ شايفين بقى المنظر بتاعه في الاخر؟ شايفين اصلا شكله نص كيلو جلاش عمل كمية رهيبة زي ما انتوا شايفين كده. طعم قلتلكوا حكاية، جربي ومش هتندمي. اهم حاجة لو عجبكم الوصفة ما تنسوناش في الشير واللايك، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.